السلام عليكم، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ فيديو جديد من فيديوهاتنا والسلسله الجديده بتاعتنا ما تقلدش الاجانب. مؤخرا لقيت طبعا ديزاين منتشر جدا 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 في امريكا. موضوع الميكروويف فوق البوتاجاز. طبعا يعني حاجه كارثه. مش غلط، لا، كارثه بكل المقاييس. كارثه كارثه وما لا محل لها من الاعراب يعني. زي حاجه زي كده، فيا رب الموضوع بس ما يوصلش مصر. هو لسه لغايه دلوقتي الحمد لله ما وصلش. فيا رب ما يوصلش وما ينتشرش، عشان احنا الفترة الأخيرة بنقلد بطريقة رهيبة وما بنفلترش. فتعال بسرعة في عجالة كده، في دقائق سريعة نعرف ايه خطورة الموضوع ده وكارثته ايه. واتكلمت مع ناس كتير عندهم، وكلمت كلاينتس وكلمت ديزاينرز هناك، واتجادلت معاهم. في ناس الحمد لله اقتنعت، وفي ناس مش عارف انا معترض على ايه، لان الموضوع بالنسبة لهم ان خلاص يعني بقى من المسلمات يعني. ف حتى انا عملت فيديو والله على القناه، هتلاقوا في فيديو بالانجلش كمان عن النقطه دي مخصوص. ببساطه يا جماعه، انا لما احط دلوقتي الميكرويف بتاعي فوق البوتاجاز مباشره، طيب انا البوتاجاز ده بيطلع في نار، وفي ابخره محمله بالزيوت. يبقى كلام يعني كده. ف هصرف الدخان فين؟ اول حاجه خطورته على دولاب المطبخ اللي فوق. طيب انا دلوقتي دولاب المطبخ هعمل حاجه من الاثنين: يا قطعات المونيوم، يا اما قطعات خشبيه، ايا كان الانواع وايا كان المسميات. طيب انا دلوقتي عشان استعمل البوتاجاز والزيوت طالعه، طبعا دخان محمل بزيوت. الزيوت دي هتلزق. لو هناخد اول نوع الالوميتال او الانواع الخاصه بالالوميتال، فهتلزق في المعدن، هتلزق في الدهان، وهتلزق كمان على الوش الازاز بتاع الميكرويف. طيب عشان انضف الكلام ده، طبعا هتخلي المنظر سيء جدا، لان قوه التصاق المواد الزيتيه عالي جدا جدا جدا. طبعا الستات البيوت فاهمين الكلام ده يمكن اكتر مني. فعشان ابدا انظف، مفيش مره في الثانيه في الثالثه هقوم مجرح الالوميتال، بقى الشكل بقى سيء للغايه، بوظت المنظر وانا دافعه ومكلفه وعامله. طيب لو النوع الثاني، لو انا عندي المطبخ نوعه خشبي، طبعا دي مصيبه المصايب. نار لا قدر الله، المدام بتعمل اي حاجه، حصل نار طلعت. طبعا احنا في السبب في معادله كيميائيه كده يعني، طبعا كنا بناخدها في الكيمياء العضويه. يقولوا يعني تفاعل الاستر، مواد الاستر مع الميه بيدي حمض وكحول. فهو ده سبب ان النار لما بتيجي بتشم بقى الكحول ده، بتهب الهبه اللي احنا بنشوفها. فدي نصيحه كده على الماشي: ما تحاولوش تجيبوا ميه على الزيت وهو بيسخن بالذات ده. المهم عشان ما ندخلش في كيمياء ونتفرع. فطبعا النار دي لما هتعلى هتمسك فين؟ هتمسك في الخشب. هتمسك في الخشب. الخشب، متخيلين الخشب والمواد الام دي اف اللي موجوده طبعا. في لحظه هتلاقي المطبخ ده كله بقى نار. نار، ما انتش عارف تعمل حاجه. فخسائر كبيره، خسائر ممكن لا قدر الله لا قدر الله، خسائر في الارواح، خسائر في المطبخ طبعا. طب وليه؟ ليه انا عامل كده ليه؟ انا دايما السؤال اللي دايما بقوله وبساله: ليه؟ قبل ما اعمل اي حاجه اسال نفسي هعملها ليه؟ ما قلتش وخلاص. طب دي جنب، في مصايب تانية لسه. طبعا في مصايب تانية. حضرتك دلوقتي لما تيجي تعمل حاجه زي كده، الدخان اللي طالع ده هيتصرف فين؟ ما كده مفيش مصدر لصرف الدخان. طيب الدخان اللي هيطلع ده انا هصرفه فين دلوقتي؟ مفيش لا هود ولا فلتر. طب هعمل ايه؟ طبعا ده هيؤدي الى آه، تراكم الدخان في المكان. فانا عندي نوعين: يا مطابخ مقفوله يا مطابخ مفتوحه. مطبخ مقفول ممكن والعياذ بالله ممكن يسبب للست اللي شغاله، يعني يسبب لها والعياذ بالله اختناق، يخلي ممكن لا قدر الله يبقى فيه موضوع ابعد مما نتخيل. طيب لو المطبخ مفتوح، هتلاقي في لحظه الريسبشن ده كله بالاوض، ما فيش بقى صرف. الدخان اللي طالع ده داخل على البيت يا باشا، خد دخان زي ما انت عايز. والحاجه هتبقى بقى ايه؟ العفش بعد فتره تلاقي الكنب مزيت، هتلاقي ترابيزه السفره بناء الخشب بتاعها عليه مدهن كده. طب انا
ليه؟ لا ليه؟ فيا جماعة طبعًا الموضوع ده غلط قولًا واحدًا، ما حدش يسمع الكلام ده، ما حدش يقلده، ما حدش حتى يفكّر فيه، كلّها عيوب، ما فيش ولا ميزة واحدة للموضوع ده نهائي، ما فيش أي ميزة واحدة للموضوع، كلّها عيوب ومشاكل ولا قدّر الله خطر في الممتلكات وفي الأرواح. ربنا يسلمنا ويسلم حضراتكم ويجعل بيوتنا كلّها خير وبركة، وفيديو جديد مع بعض إن شاء الله من فيديوهاتنا والسلسلة بتاعتنا. السلام عليكم.